بقالك 3 شهور يا كابتني بتروح الجيم ولسه لحد دلوقتي مش لاقي تطور. طيب سيب كل اللي في ايدك دلوقتي وتابع الفيديو ده للاخر عشان هقول لك الزتونه بتاعه البناء العضلي. بدات بشيء كويس جدا ان انت رحت الجيم وانتظمت كمان في التمرين لمده 3 شهور. تعال اقول لك المفروض تعمل ايه كمان مع التمرين عشان تلاقي نتيجه كويسه جدا. ابدا بالاكل واللي انت متخيل ان انت لازم تصرف عليه الافات في اليوم علشان شكلك يبقى لعيب كمال اجسام، وبالعكس تماما اكل البيت المصري اكل نظيف جدا وكويس فيه عناصر غذائيه كويسه جدا. فاهم حاجه بس اللي انت تزود من اكلك شويه زي مثلا الرز والبطاطا والبطاطس، وحتى العيش المصري ممكن تزود نص رغيف او رغيف كمان، مع بقى شويه جبنه قريش على بيضتين 3 في اليوم، يعني دبوس فرخه زياده كده. يبقى انت ممكن تكون وصلت لاحتياجك من البروتين وانت حتى كمان مش اخد بالك. ادخل بعديها على النوم، ودي حاجه مهمه جدا. النوم مش بس هيخليك تقدر تتعافى من التمرين بتاعك وجهازك العصبي يبقى قادر اللي هو يخليك تتمرن تاني، كمان هيحسن لك من انتاج هرمون الذكوره وهو المسؤول عن بناء العضلات. فلازم تسيب كل حاجه في ايدك بالليل وتسيب البنت اللي انت بتكلمها على التليفون دي وتبدا تركز انك تنام 8 ساعات بالليل وبعمق كمان. دي حاجه ودي حاجه مهمه جدا اللي انا بشوف شباب كتير في الجيم كل اسبوع او 2 بيغيروا جدول التمرين بتاعهم، وده ما ينفعش يا كابتني. لازم تتعلم الحركات بنسبه 100% قبل ما تقرر انت تغيرها، ولازم على الاقل من وجهه نظري تكون بقالك 6 شهور في النظام ده علشان تفكر تغيره ولا لا. انا ما عنديش مشكله ان انت تقعد سنه كامله بتتمرن بنظام تمرين ثابت بنفس المجاميع بنفس التمارين بنفس كل حاجه، طالما بتلاقي نتيجه ما توقفش ابدا. انا كوتش احمد عجلان بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين، فتاكد انك تكون عامل لي متابعه وتعمل شير لصاحبك عشان هو كمان يلاقي تطور. واهم حاجه خلي عندك يقين بالله. سلام.